السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير وما يخصكم تخير يا ربي. شكرا لكم بزاف الناس اللي داخلين عندي وشجعوني بالكومونتير الزوين والبارطاج والاشتراك. شكرا لكم بزاف ومرحبا بكم في قناه شهوة سعدية يونس. واليوم غنشارك معكم المخمار بطريقتي او بوشيار. درت جبنيه ديال الفورس وجبنيه ديال الفينو وزدت عليهم المعلقه مع مرش ديال الخميره ديال العجين وشويه د الملحه على حسب الذوق، وجمعت العجينه بالماء دافي. واللي بغى يدير شويه السكر، واحد المعلقه صغيره ديال السكر يديرها، ولا العسل. انا ما درتوش البنات. المهم كيبقى اختياري. اللي بغى يجيه المخمار خام محمر يدير شويه السكر ولا شويه د العسل. هنا البنات جمعت العجينه بالماء دافي، ما سخونش بزاف وما باردش. وهذه الطريقه البنات راه في الاول قصيت العجينه، من بعد كنزيد الماء وكنعجن. كنزيد البنات الماء وكنعجنها حتى ترخف العجينه مزيان بحال ديال السفنج. ولكن ما ديروش فيها البنات ديال السفنج من الاول. في الاول راه كتقصحوا العجينه، من بعد كتزيدوا الماء، كتعجنوا، كتزيدوا الماء حتى تتحصلوا على النتيجه العجينه بحال السفنج. ولكن جا واحد المخمار البنات، اش غنقول لكم، ما تشبعوش منه، مفشفش من الداخل وزوين بزاف. واخا انا راه ما كثرتش فيه الزيت بزاف ملي كنطيبو، لان البنات الزيت على حسب. كاين اللي كاين اللي ما غادير ليه والو، ولكن كاين اللي ما غيقدرش على الزيت بزاف. انا البنات ما كثرتش الزيت، ولكن جا زوين بزاف. راه ماشي المشكل ماشي في الزيت البنات، المشكل في العجينه. خاصها تخدم مزيان العجينه. هاني محاربه مع القصريه ديالي، حلفت عليها قلت يا ابي ولا بي. ها انتم يا البنات، راه انا تشهيت المخمار ضروري خاصني نصيبو. راني نعجن ونستريح ونعجن ونستريح حتى تتقهد. كنتمنى يعجبكم المحتوى ديالي البسيط وتشجعوني. شكرا لكم بزاف. كنشكر كاع الناس، كنقرا الكومونتيرات زوينين. شكرا لكم بزاف بزاف. ومن طبيعة الحال قبلوا على اختكم، واخا غير المحتوى بسيط، ماشي كنشارك معكم على داكشي اللي كنطيب لداري ولادي، وبغيت نشارك مع الناس ويشجعوني نستفد من عندهم، يستفدوا من عندي. اللهم لك الحمد. انا البنات راه ماشي مختصه في الكوزينه في الطبخ، ولكن البنات تنشارك معكم مع الحوايج البسيط، داكشي اللي كندير في داري وصافي كنشاركو مع الناس العزاز. هنايا البنات راه صافي العجينه جمعتها، دلكتها مزيان. صافي غادي نخليها تخمر، وغادي نرجع معكم ملي غادي تخمر العجينه. ما غنخليهاش تخمر بزاف، وما غادي ملي غادي نخليها تخمر شويه ما غاديش نعاود نعجنها مره ثانيه. صافي البنات غادي تطلق غادي تدلك راسها بوحدها. ها هي البنات العجينه بحال هكايا. كنجمعها دابا باش نقطعها كويرات صغار على حسب الحجم ديال المقله. هنا البنات كندهن يديا شويه ديال الزيت، ما ديروش الماء، الزيت البنات. تندهن يديا بالزيت وكنقطع باش ما يلصقش ليا العجين في يديا. يعني العجينه البنات راه قريب ديال السفنج، ماشي ديال السفنج بالضبط، ولكن قريب ليه. راه ضروري خاصكم تدهنوا يديكم بالزيت، ما غاديش ماشي الطحينه البنات، الزيت باش غدهنوا يديكم باش ما يلصقش لكم العجين في يديكم.
هنا قطعت البنات الكويرات الصغار، وغادي نخليهم واحد 3 دقائق شويه باش ملي غنسرحهم البنات. راه كندير الورقه ديال الزبده، ضروري ديروها باش تجيكم خبزه مقاده، باش يجي لكم المخمار ديالكم زوين ومقاد، ما يجيش عوج. كديروا الورقه ديال الزبده وكدهنوها بشويه ديال الزيت، وكتسرحوا تتسرحوا عليها هاد المخمار ديالكم باش يجي مقاد. تهزوها ديك الورقه ديال الزبده باش ما تقيسوش العجينه تخسروها. كتهزوها ديك الورقه وكتقلبوها في المقله، وكدهني يديكم بالزيت ملي غتلوحوها في المقله. ومن بعد ملي كتقلبوها تتخليوها البنات حتى تدير دوك الفقاعات، عاد كتقلبوها. هنا البنات سرحتها فوق الورقه ديال الزبده، حيت البنات راه العجين راه مدلوق بزاف، ما غاديش تسرحوها وتلوحوها بيديكم عادي بلا ما ديروها في الورقه. ضروري البنات بحال هكا وتجي وسرحوها شويه تجي رقيقه. ملي كتطيب راه كتجمع شويه كتولي غليظه. هنا البنات الحتاف رميتها في المقله ورشيتها بشويه، المهم دهنت يديا بالزيت وخليتها تدارت دوك الفقاعات، عاد قلبتها. وهذه هي النتيجه اللي حصلت عليها ديال البوشيار اولا المخمار. تنتمنى يعجبكم وشكرا لكم بزاف.